والذي نفسي بيده أنني يوم من الأيام محارب من جميع الجهات إلا ما قل وندر. والآن شوف الحضور تصوير، خوفتوني حتى من هذا شيء عجيب. منعونا حتى من المساجد، حتى من الكلية، حتى من كتابة مقال. ودائما أتذكر كلام شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى: الدعوة تحتاج إلى صبر، اصبر وما صبرك إلا بالله. قد تبدأ بدرس أو بدعوة معك 1 2 3 4، لكن مع الصبر ينفع الله عز وجل ما لا يحصيه الله جل وعلا. لا أتكلم عن نفسي الضعيفة، هو الذي لا إله إلا هو أنني أعلم بنفسي منكم، لكن لنذكر مثالا حاضرا معاصر. الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، هذا رجل ضعيف فقير، تذهب إلى مركزه ما في كهرباء، يأكلون يشربون أشياء يسيرة جدا. بدأ في وسط ناس على المذهب الزيدي، عندهم بدع، عندهم انحرافات، المستقيمون قلة جدا، ومع ذلك صبر وأخذ يحدث ويعلم ويدرس، حتى أكرمه الله عز وجل بدعوة طيبة مباركة. ربما حاضر في بعض المحاضرات وقدر عدد الحضور من 10 إلى 12 ألف يعني طالب، وانتشرت دعوته. والله أني صليت في مسجد ألقيت فيه كلمة في أمريكا، في ولاية اسمها مش نيوجيرسي الثانية، فيلادلفيا كذا. المسجد اسمه مسجد الشيخ مقبل بن هادي الوادي. كان رجلا ضعيفا لكن صبر. لا بد من الصبر يا أخوان على الدعوة إلى الله عز وجل، على طلب العلم.